تخيل معايا كده لو قلتلك ان في شيء واحد بس موجود في جيبك دلوقتي قادر انه يغير شكل يومك بالكامل، وممكن كمان يكون مصدر دخل ليك وانت قاعد مكانك. بس يا ترى هل فعلا الضغطات اللي بنعملها بصبعنا على الشاشة دي ليها تمن حقيقي، ولا احنا بندفع التمن من غير ما نحس؟ السؤال ده اجابته صادمة شوية وهقولك بوضوح في اخر الفيديو. بس ركز معايا لان الكلام اللي جاي ده هيفهمك ازاي التكنولوجيا بتلعب بينا او احنا اللي بنلعب بيها. اهلا بكم يا شباب. النهارده مش جاي اكلمكم عن مجرد برنامج وخلاص، احنا جايين نتكلم عن تطبيقات بشكل عام، الأداة السحرية اللي غيرت حياتنا في آخر 10 سنين. التطبيقات دي بتمثل لينا النهاردة كل حاجة. هي البنك اللي في جيبك، وهي السواق اللي بيوصلك، وهي المطعم اللي بيجيب لك أكلك لحد باب البيت. باختصار التطبيقات سهلت علينا المعيشة، ووفرت وقت ومجهود، وخلت العالم كله عبارة عن شاشة صغيرة بتتحكم فيها بلمسة واحدة. من وسط ملايين التطبيقات دي ظهر نوع جديد بدأ ينتشر جدا الفترة الأخيرة، هي تطبيقات الربح من الإنترنت أو تطبيقات الضغط والربح. واحد من أشهر تطبيقات اللي بدأت تظهر حاليا ديت هو تطبيق ريبوكس تاب ايرن. التطبيق ده فكرته ببساطة بتلعب على وتر الربح السهل. ازاي الكلام دوت؟ انك تكسب عملات او نقاط ممكن تحولها لرصيد العاب مشهورة زي لعبة رول بوكس مثلا أو غيرها. وده بيخلي شريحة كبيرة جدا من الشباب والأطفال يتحمسوا يحملوا وظيفة تطبيق ريبوكس تاب ايرن. الأساسية واضحة من اسمه، اضغط واكسب. واجهة التطبيق بسيطة جدا، أول ما بتفتحه بتلاقي عداد أو شكل معين مطلوب منك تضغط عليه بشكل متكرر، ومع كل ضغطة أو مجموعة ضغطات رصيدك من النقاط بيزيد. التطبيق بيعتمد في الأساس إنه يخليك تقضي أطول وقت ممكن جواه، ويطلب منك أحيانا تشوف إعلانات فيديو عشان تضاعف ربحك أو تسرع عملية التجميع. عشان تستخدم تطبيق صح الموضوع مش محتاج عبقرية. بتحمله من المتجر، بتسجل دخوله، غالبا بيكون بحساب جوجل، وبتبدأ رحلة الضغط. النصيحة هنا إنك لو قررت تجرب لازم تكون صبور جدا، لأن النوع ده من التطبيقات مصمم إنه يكون نفسه طويل. يعني مش من أول 5 دقايق هتحسب رصيد كبير، لا ده بيحتاج استمرارية وتجميع أرقام كبيرة عشان توصل للحد الأدنى للسحب. مميزات التطبيق ده بتتلخص في إنه مجاني، يعني مش هيدفع فلوس عشان تشترك. كمان سهل في الاستخدام، أي حد يقدر يفهمه، ومسلي لبعض الناس اللي بتحب الألعاب كليكر أو الضغط المستمر. لكن لو جينا للعيوب هنا لازم نكون بقى صرحاء، والعيب الأول والأكبر هي كمية الإعلانات. التطبيقات دي بتكسب من الإعلانات اللي انت بتشوفها، فبالتالي هتلاقي إعلانات بتطلع لك كتير جدا، وده ممكن يكون ممل ومستفز. العيب التاني هو المقابل الضعيف، يعني المجهود والوقت اللي بتبذله في الضغط ومشاهدة الإعلانات ممكن في الآخر يساوي مبلغ بسيط جدا أو عدد قليل من عملات الألعاب. ده بيخليك تحس إنك شغال عند التطبيق مش العكس. لو بصينا على آراء المستخدمين الحقيقية في جوجل بتلاقي انقسام كبير. في ناس بتقول إن التطبيق صادق وفعلا قدروا يشحنوا منه عملات للعبة رول بوكس بعد تعب ومجهود، ودول غالبا اللي عندهم صبر طويل. وفي فريق تاني كبير بيشتكي من كترة الإعلانات، وإن التطبيق ممكن يعلق أو يهنج لما يقربوا يوصلوا للحد الأدنى للسحب، أو إن الدعم الفني مش بيرد عليهم لو حصلت مشكلة في تحويل النقاط. وده واقع لازم تكون عارفه قبل ما تضيع وقتك، ان هما احيانا بيوقفوك او يعملوا لك حظر عشان ما تقبضش. طيب لو في بدايل، ايه هي؟ طبعا لو هدفك الربح الحقيقي او استغلال وقتك في حاجه مفيده، ما انصحكش تعتمد على تطبيقات الضغط بس. في تطبيقات زي جوجل اوبينيون ريورد، وده تطبيق من جوجل نفسها بيبعت لك استبيانات بسيطة بتجاوب عليها، وبيديك رصيد حقيقي في المتجر تشتري بيه ألعاب أو كتب. وفي تطبيقات زي ميستي بلاي أو مايست بلاي للي عايشين برا مصر، بيديك فلوس مقابل تجربة ألعاب جديدة، ودي بدائل أكتر مصداقية واحترافية. نرجع بقى للسؤال الغامض اللي سألتهولك في الأول، هل ضغطات صباعك دي ليها تمن ولا احنا بندفع التمن؟ الإجابة هي وقتك. وقتك هو التمن في التطبيقات دي. انت مش الزبون، انت المنتج. الشركات بتبيع وقتك واهتمامك للمعلنين مقابل فلوس هم بياخدوها، وبيدوك انت فتات من المكسب دوت. يعني قراقيش، مفيش حاجة ببلاش بالكامل. التمن دايما هو عمرك ووقتك. فقبل ما تقضي ساعات وتضغط على شاشة عشان تكسب سنتات بسيطة، فكر هل وقتك ده ممكن تستثمره في تعلم مهارة جديدة تجيب لك فلوس حقيقية كتيرة وأسرع.
ومستقبل افضل. القرار ليك لوحدك. لو ما كنتش عارف اي حاجه عن التطبيق قبل كده وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق هسيبهولك في الديسكريبشن لو عايز تجرب بنفسك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.